الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وتبعوده. معشر الإخوة الكرام المحترمين، أخوات الكريمات المحترمات، أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تابعنا جميعا كما يعني لا يخفى عليكم خطاب جلالة الملك في هذا اليوم المبارك إن شاء الله الرحمن الرحيم، الذي تلا تصويت مجلس الأمن يعني على القرار الذي يعتبره يعني مشروع الحكم الذاتي والصيغة الوحيدة والأمثل لحل هذا المشكل الذي طال أمده والمفتعل مع الأسف الشديد من بعض يعني خصوم وحدتنا الترابية. يعني هداهم الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير، خير الأمة جميعا وخير الشعبين بالخصوص. الخطاب كما لا يخفى عليكم معشر الإخوة الكرام يعني كان تتويجا لمجهود دام مدة طويلة وعلى الأقل 50 سنة منذ انطلاق هذا المشكل بطريقة رسمية، ويعني بمناسبة كذلك اقتراب يعني مناسبة المسيرة الخضراء المضفرة. فهذا اليوم بالنسبة لنا نحن في حزب العدالة والتنمية يوم كبير، يوم عيد، يوم فرح ويوم سرور، يعني يثبت فيه حق وحدة شعبنا ووحدتنا الترابية وتجاوز هذا المشكل الذي طال أمده والذي يعني عكر يعني كل الجهود التي بذلناها لإصلاح ذات البين وللانطلاق يعني الاقتصادي والاجتماعي وإلى آخره. إذن فنحن الآن إن شاء الله الرحمن الرحيم على أبواب يعني مرحلة جديدة، مرحلة سيكون من الواجب على إخواننا سواء الموجودون في مخيمات تندوف أو إخواننا الموجودون في القيادة الجزائرية أن يراجعوا حساباتهم وأن يتوجهوا في اتجاه يعني الأصل الذي هو وحدة الأمة، والذي هو التعاون على الخير، والذي هو عدم التعاون على يعني الشر. فإذا فنهنئ جلالة الملك جميعا، لأن هذه القضية هذه بصراحة هي قضية يعني ترأس مهمتها منذ عهد جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله والحسن الثاني رحمه الله، والآن جلالة الملك محمد السادس، هم الذين أشرفوا مباشرة على الجهود الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية حتى وصلنا إلى هذا اليوم السعيد إن شاء الله الرحمن الرحيم. فلا بد أن نهنئهم أولا، ثم نهنئ بطبيعة الحال إخواننا في أقاليمنا الجنوبية الذين بطبيعة الحال لا شك يدخل عليهم السرور بهذه المرحلة الجديدة التي إن شاء الله ستكون مرحلة يعني يتلوها التئام الشأم بين الأسر ورجوع إخواننا من مخيمات يعني تندوف. ونهنئ الشعب المغربي بطبيعة الحال بهذا النصر الكبير والمبين، ونهنئ أمتنا الإسلامية بأنه يعني ترسيخ مبدأ الوحدة بين شمال المملكة وجنوبها. إذن فهنيئا لنا جميعا، ويعني أطلب من الإخوة أن يعني ينشروا بيانا تفصيليا في الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله ويوفقنا للخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.